كيبدأ الفيلم مع الدكتور إيغمان في كوكب المشؤوم، وكيواجه صعوبة باش يرجع لكوكب الأرض باش ينتقم من سونيك، وكيقرر باش يدير اللي في جهدو باش يرجع. ومن بعد بزاف ديال المحاولات كيقول انه اخيرا لقى الحل، وكيختار واحد الجهاز ضخم كيستخدم الريشه ديال سونيك باش يولد طاقه كبيره بزاف. فجأة كتنفجر طاقه كبيره بزاف وكتفتح بوابه لكوكب اخر، ومن ديك البوابه كيبانو 3 ديال الاشخاص، ولكن الدكتور كان داير ليهم فخ، قدر انه يقضي عليهم وكان غادي كيجري جهة البوابه. ولكن فجأة ظهر كائن كبير بزاف وكيشبه لسونيك، والدكتور إيغمان غير كيشوفو وكيتصدم. وهاد الكائن كتكون سميتو نيكلز، كيشوف الريشه ديال سونيك عند إيغمان وكيسولو عليها، وكيقول نيكلز انه كيقلب على سونيك باش يقضي عليه. والدكتور إيغمان غير كيسمع هادشي وكيفرح، وكيقول ليه انه كيعرف مكان سونيك، وكيضحك واحد الضحكه شريره زعما. كيتحول المشهد لمدينه السياسه الامريكيه، وكتكون واحد المطارده بين البوليس وواحد العصابه اللي شافوا واحد البنك. وسونيك كيكون فوق واحد المبنى وكيقرر انه يساعدهم، كينطلق بالسرعه الخياليه ديالو وكيقدر انه يقضي عليهم بسرعه كبيره. ولكن المشكله هو انه ما كيعرفش يسوق وما قدرش يتحكم في الطوموبيل، وكيحاول سونيك باش يوقفه ولكن ما كيقدرش. لكن في اللحظه الاخيره قرر انه يفرشكها كامله. من بعد كيرجع سونيك للدار في جرين هيلز فين كيعيش هو وطوم ومادي وكلبهم اوزن. ومادي كتقول سونيك انهم غادي يمشي يصيدوا مع طوم، وكنشوفو سونيك وهو كيصيد هو وطوم، وطوم كيقول ليه انه متهور بزاف، وكيقول ليه انه خاصو يتحمل المسؤوليه ديال الافعال ديالو، وكيقول ليه ان البطل الحقيقي غير فوضوي. البطل الحقيقي كيكون حكيم وما كيسببش المشاكل باش يبان انه بطل. وسونيك كيقول ليه انه فهم الدرس، ومن بعد كيقرر انه يثبت راسو، كينقص من القارب وكيزيد في السرعه ديالو الخياليه. وفي النهار الاخر كيكون طوم ومارشو مادي غاديين لهاواي باش يحضروا عرس اختها، وكيفاجئهم سونيك وكيقول لهم مرحبا بكم في خطوط سونيك الجويه، اسرع طريقه نقل. وكيفحصهم بسرعه كبيره. بما ان طوم ومادي مسافرين قرر انه يبقى مع الكلب اوزي، ولكن مع مشاو بدات الفوضى وبدا كيدمر في البيت بحماس كبير، كيشطح هنا كيلعب لهي كيدمر هادي كيهرس هادي. ولكن مع السرعه الكبيره ديالو كيقدر يجمع كلشي في دقه. ولكن المشكله ما كتساليش هنا، في نفس الوقت كيظهر مايك ستيز من واحد البوابه سحريه، وكيتبع الموقع ديال سونيك بواحد الجهاز لاسلكي باش يحضروا من نيكلز حيت كيقلب عليه. وفي الليل سونيك واوزي كيكونوا كيتفرجوا في التلفازه حتى كيتقطع عليهم الضوء. كيبدا سونيك كيخلع في اوزي في واحد اللحظه مفاجئه كتقترب شي حاجه من الباب، وفجأة كيبان الدكتور إيغمان، وسونيك كيكون غاضب بزاف وكيجري جيتو كيبغي يضرب واحد النغمة قوية. ولكن فجأة كيبان نيكلز كيضرب سونيك بقوة كبيرة، وكيبان أن نيكلز قوي بزاف على سونيك، وسونيك كيحاول بكل قوة ولكن ما كيقدرش عليه. ونيكلز كيسول سونيك على جوهرة الزمرد القوية اللي خداها من القبيلة ديالهم، وسونيك ما كيكون عنده حتى فكرة عليها. وهنا كتبان واحد السيارة ديال البوليس غادية بسرعة وكتضرب نيكلز، وكيكون السائق هو تيلز، وكيسوق الطوموبيل ببراعة بالأدوات اللي اخترعها براسو. كياخد تيلز سونيك وكيمشي بيه، ولكن الدكتور إيغمان كيحاول يوقفهم، وتيلز كيضرب الدكتور إيغمان وكيهربوا بسرعة كبيرة. كيشرح تيلز لسونيك ان نيكلز هو اخر فرد في القبيله ديالو، كيقدر نيكلز يلحق عليه. لكن سونيك وتيلز كيقدروا يهربوا بالديل ديال تيلز اللي تحول لمروحيه، وكيطيروا بسرعه في السماء. من بعد كينتقل المشهد لادم سيتون المساعد ديال الدكتور إيغمان، اللي كيكون حزين على فقدان الرئيس ديالو إيغمان. ولكن هنا كيصون عليه الدكتور وكيفرح بزاف، كيقول ليه الدكتور على شي خطه باش يستخدم الطيارات بدون طيار بمساعدة نيكلز. وكيكون سونيك وتيلز كيحاولوا باش يوصلوا لجوهرة الزمرد قبل الدكتور إيغمان ونيكلز. وهنا كيجبد سونيك واحد الخريطة عطاتها ليه مو لونغ كلو، ملي كيمس سونيك واحد الرمز كتشكل الخريطة على شكل ثلاثي الأبعاد، وكتبان لونغ كلو كتقول لي أن حجرة الزمرد كيمكن ليها تحول الأفكار لطاقة، وإلا وصلت ليدين أشرار غادي تكون كارثة، وكتطلب منه باش يلقى جوهرة الزمرد ويحميها. ومن بعد كتختفي فجأة، وكيحاول سونيك باش يفهم أكثر، وكيفتح سونيك واحد البوابة سحرية وكيحاول يقنع تيلز باش يمشي معاه. وفي الأول تيلز كيرفض، كيقول سونيك أنه جا غير باش يعلمه وأنه غير جاهز بحال هاد المهمات. ولكن سونيك كيطمنو وكيقول ليه أنه غادي يحميه. وفي الاخر كيوافق تيلز وكيقرر باش يمشي مع سونيك، وكيمشيو لسيبيريا وكيوصلوا لواحد البار كيكونوا شي اشخاص مريبين. وكيستخدم تيلز واحد الجهاز ديال الترجمه باش يطلب شي حاجه، ولكن الجهاز كيترجم الهضره ديالو بشكل خاطئ، كيقول له ان الرائحه ديالها كريهه. والنتيجه كاع دوك اللي كانوا تما كيهجموا على سونيك وتيلز، كيكونوا غاديين يلوحوهم في العافيه. في اخر لحظه كيقول تيلز واحد الكلمه، وهاد الكلمه كيكون المعنى ديالها هو تحدي الرقص، وإلا ربحوا في هذا التحدي غادي تلقاوهم يمشوا، وإلا خسروا غادي يلوحوهم في العافية. كيبدا هاد خونا يسطح هنا، سونيك وتيلز كيشطحوا في الجهة الآخرى. كيمشي سونيك وكيبدل الأغنية وكيبدا يدور فيها هو وتيلز، وهادشي كيخلي كاع دوك الحاضرين مصدومين وكيصفقوا عليه.
كيستخدم تيلز واحد التقنية ديال الاستنساخ وكيولو كيدورو فيها كاملين. وفي الجهة الآخرى كيكون الدكتور وناكلز كيقلبو على جوهرات الزمرد باستخدام واحد البوصلة، وكيبان منها واحد الشعاع في اتجاه البحر. وفي نفس الوقت كيلاحظ سونيك الشعاع الأخضر من البوصلة وكيعرف أن مكان الجوهرة قد تم تحديده. وكيقول لهم سونيك أنه غادي يتصرف باش يصلح الأمور، وكيجمع سونيك الطاقة ديالو كلها وكينطلق بأقصى سرعة باتجاه ناكلز والدكتور إيغمان. ورغم الأمواج الكبيرة بزاف قدر أنه يوصل للمكان، وفي الداخل كانوا بزاف ديال الفخار، ولكن بالمساعدة ديال ناكلز قدروا أنه يدوزوا منه. في واحد اللحظة حاول الدكتور إيغمان يغدر ناكلز، ولكن سونيك ظهر في اللحظة المناسبة وقال سونيك لناكلز إلا بغيتي الجوهرة خاصك تفوتني أنا في الأول. وتعصب ناكلز وهجم على سونيك بكل القوة ديالو، وبدات واحد المعركة قوية بيناتهم بجوج. هاد المرة كانوا متقاربين في النيفو بزاف، وفي نفس الوقت كان الدكتور كيحاول باش يوصل للجوهرة، وسونيك وناكلز كل مرة كيضرب واحد فيهم. ومن بعد اكتشفوا أن الدكتور اختل الجوهرة، وحذر سونيك ناكلز وقال ليه أن الدكتور هو اللي كيشفر الجوهرة، لكن ناكلز ما تاقش بيه وكيسحب ليه أنه كيكذب. من بعد هز الدكتور الجوهرة، وهادشي دار إشعاع كبير وفجر المكان، وطاحت واحد الصخرة كبيرة على ناكلز، وكان غادي يعقدهم وجا سونيك وعاونو، ولكن سونيك حس بالإرهاق وما قدرش يطلع. ولكن ناكلز جا وعاونو تاهو، قدروا يخرجوا من وسط الماء وبركوا في الشاطئ وبداو كيتفاهموا، وفي الآخر قرروا باش يكونوا فريق واحد. في جهة أخرى اكتشف واحد الشخص المختبر ديال الدكتور إيغمان، وفيه كيديروا تجارب غير قانونية. واقتحم المختبر وربط المساعد ديال الدكتور إيغمان، ولكن فجأة كيظهر الدكتور باستخدام القوة ديال الجوهرة باش ينتقل للمختبر ديالو. وملي وصلوا البوليس بدا الدكتور في بناء واحد الروبوت ضخم باستخدام أي معدات جات قدامه، وكل شي كيتفاجئ ملي كيظهر هذا الروبوت ضخم بزاف. من بعد شويه كنشوفو تيلز وهو كيسوق الطياره في جنبو سونيك وناكلز اللي قرروا باش يتعاونوا مع بعضياتهم باش يوقفوا الروبوت. كيمشي سونيك وكيبدا يستفز فيه باش يشوش عليه، ولكن الدكتور كيوجه ضربات قويه ومتتاليه نحو سونيك ويتسبب ليه في جروح كثيره بزاف. في نفس الوقت كيطير تيلز وهو هاز ناكلز، كيفتح واحد الفتحه باش يدخل ناكلز، وكيضرب الدكتور حتى كطير ليه الجوهره. وكيحاول سونيك باش يوصل للجوهره وكيتبع الدكتور. في هاد اللحظه كيبان طوم ومادي بالطونوبيل وكيعاونوا سونيك في الحصول عليه. الدكتور كيتعصب وكيضرب الارض لدرجه ان الطونوبيل كتقلب، ولكن الجوهره اللي مع سونيك كتنكسر لسبعه الاجزاء. وسونيك كيقول طوم ومادي انه كيبغيهم حيت هما مستعدين باش يموتوا على قبه. وفي هاد اللحظه الدكتور كيحفظ عليهم وهو كيضحك، ولكن سونيك كيمتص الطاقه من الجوهره وكيولي سوبر سونيك باللون الذهبي، وكيولي اقوى ب10 مرات، وكيهجم على الروبوت بكل القوه ديالو وكيقطع. كيقول إيغمان انتبه ايها المهووس، ولكن سونيك كيتصدى للضربه وكيهرسو مع رجلو، وكيبقى يضرب فيه سونيك من جميع الاتجاهات حتى كيطيح. من بعد سونيك كيخرج احجار الزمرد اللي فيه، وناكلز كيجمعهم، وطوم ومادي كيستقبلوا تيلز وناكلز اللي ولاو بحال خوت ديال سونيك، وكيلعبوا البيسبول. ونيكلز كيضرب الكره بكل القوه، وكيتفقوا الاصدقاء الثلاثه على حمايه الارض معه. كياخذهم طوم ومادي للاحتفال بتناول الايس كريم. وفي نفس الوقت كيقلبوا العملاء كان الحطام ديال الروبوت دكتور إيغمان، كيكون المساعد ديالو معاهم لم يعرفوه. كيقول العميل واتونس ان غان اكتشفوا احداثيات مشروع جديد، كيبان قنفذ الشادو وكيبان انه كيفيق. وهنا كيسالي الجزء الثاني من الفيلم ديال سونيك، والجزء الاول غادي يكون في اول تعليق. الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك كومونتير وبارطاجي مع صحابك. وتهلاو.